انت يا ستي رؤى ردي عليا، انت خدتي قلمي من غير ما تسأليني. ما اخدتوش يا ستي، قلت لك 100 مرة ما اخدتوش، انت بنت كدابة على فكرة. لا انا مش كدابة، انت اللي كدابة وبتكدبي عليا كده يا جنة. طب انا هقول لماما علشان انت كل شوية بتشتميني. قولي لها علشان انت سرقتي القلم مني. ايه الصوت العالي ده يا بنات؟ في ايه؟ صوتكم عالي ليه كده؟ البنات الحلوين يبقى صوتهم عالي كده؟ ماما روحي سرقت قلمي يا ماما. ما سرقتوش يا ماما، انا لقيته على الترابيزه، هي بتتهمني ان انا سرقته. خلاص يا بنات اسكتوا لحظه، محدش هيزعق تاني. طيب يا جنة القلم بتاعك صح طبعا. طب ورؤى لقته فين؟ رؤى بتقول يا ماما ان هي لقته على الترابيزه. اي يا ماما انا فعلا لقيته على الترابيزه واخدته، قلت لما اكتب بيه، هي تتهمني ان انا سرقته ليه بقى؟ اسمعوا بقى يا بنات، ما ينفعش ناخد حاجه من غير ما نستأذن ونسأل ونشوف هي بتاعت مين الاول وبعدين ناخدها ونستأذن صاحبها. اللي انت عملتيه ده يا رؤى غلط طبعا. رؤى اعتذري لاختك جنة وقولي لها انا اسفه وما تعمليش كده تاني. يلا بوسي راسها يلا. برافو عليكي يا جنة. شوفي جنة اللي بتبوس راسك علشان هي بتحبك، علشان انتوا اخوات ومالكوش غير بعض، ولازم نستأذن قبل ما ناخد حاجة بعض، علشان كده غلط. اسمعوا بقى يا حبايبي، دايما لما تختلفوا حاولوا تهدوا وتتكلموا بهدوء، لان الزعل بيكبر بالمشاكل، لكن الحب والاحترام بيخليكم دايما اصحاب. عارفين يا بنات مفيش حاجة في الدنيا كلها احلى من انكم تكونوا حبايب. انت يا رؤى وانت يا جنة لازم تحبوا بعض اكتر من كده وتتعاونوا مع بعض، علشان يا حبايبي انتوا مالكوش غير بعض، الاخوات دايما بيبقوا حنينين على بعض. ماشي يا ماما، انا اسفة يا جنة ما تزعليش مني، وانا كمان اسفة يا رؤى علشان زعقتلك. حبايب قلبي خليكوا دايما حلوين مع بعض زي ما اتفقنا وايديكوا في ايد بعض، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.